السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم الترند الجديد، ترند القشطوطة اللي نازل جديد وقالب السوشيال ميديا. مين مننا ما شافش الصور بتاعتها وكان نفسه ان هو يجربها؟ انا ان شاء الله النهارده هعملها معاكم. هتبقى في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا لكل اللي نفسه يجربها ومش قادر ان هو يشتريها من بره. هتبقى احلى واوفر وارخص من بره بكتير. ولو جبناها من بره، يعني شويه اللي قدام حضراتكم دول هنجيبهم من بره مثلا هيكلفونا فوق ال 400 جنيه. انا هعملهم النهارده معاكم وان شاء الله التكلفه هتكون اقل من النص. اول حاجه انا عملت هنا معايا الرز بلبن، انا كنت عاملاه معاكم في فيديو جديد نزلته على القناه، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف وهيظهر لكم في الاي اللي فوق على الشمال دلوقتي. الرز بلبن يا جماعة انا بعمله من قبلها بيوم او بيومين وبخليه في التلاجة، لازم يبات في التلاجة علشان الوش بتاعه يكون مكرمش زي ما هتشوفوا حضراتكم معايا اول لما اخرجه من التلاجة. بعد كده بجيب معايا العلب البلاستيك ديت، او العلب اللي انا هشتغل فيها لازم تكون العلب ديت تجيبوها من عند حد يكون بتاع مستلزمات حلواني او مستلزمات تغليف. بتكون العلب ديت اللي هي معدة للاستخدام في درجة الحرارة، او اللي هي مثلا بتتحمل درجات الحرارة العالية وما بتسيحش من درجات الحرارة، يعني علب بلاستيك صحية. طبعا انا هنا غرفت معايا الرز بلبن وهسيبه يبرد معايا تماما قبل ما اشيله في التلاجة او قبل ما اغطيه، علشان خاطر بعد ما بغطيه مش عايزة الوش بتاع الغطا من جوه يكون عامل ميه ويعرق معايا كده، فبحيث لما اجي ارفع الغطا من عليه الميه تقع على وش الرز بلبن فتبوظ لي شكله. هنا العلب معايا كانت بردت تماما، انا بسيبها بره حوالي ساعه او اكتر من ساعه لغايه لما تبرد كويس جدا معايا. وبعد كده ببدا ان انا اغطي معايا كل العلب بالغطيان بتاعتها كده كويس. كده خلاص انا خلصت الاربع علب اللي معايا، هشيلهم على جنب. وبعد كده هبدأ ان انا اخد معايا الاطباق التانية اللي هشتغل فيها برضو في القشطوطة. انما اللي حطهم على جنب على اليمين دول انا كنت عاملة فيهم رز بلبن في الفيديو بتاع الرز بلبن اللي نزلته لكم على القناة قبل الفيديو ده. لازما وانا بغطيها كويس جدا بالاسترتش كده اشد الاسترتش على الوش الطبق كويس جدا علشان خاطر ما يمسكش معايا في وش الطبق. بعد كده اما اجي اشيله بيطلع بوش الطبق بتاع الرز بلبن فبيبوظ لي شكله. بحطهم معايا في التلاجة وبسيبهم ليلة كاملة في التلاجة، وببدأ بعد كده ان انا اشتغل معايا بقى في المكونات بتاعة الاسبونج ده. طبعا تاني يوم الصبح قلت بقى اعمل معايا الاسبونج بتاعي اللي هو هيبقى كيكة التريليتشا اللي هي في وصفة القشطوطة. بجيب معايا نص دقيق اسبونج من عند اي عطار، بتقولي له عايزه نص دقيق اسبونج فانيليا، وده عملناه مع بعض في وصفات كتير هسيب لكم اللينكات برضو بتاعتها في صندوق الوصف. وبحط على النص دقيق اسبونج 5 بيضات بدرجه حراره المطبخ ومعلقه كبيره محسن جل، ولو ما عندكيش تقدري تستغني عنه بس هو يفضل في الوصفه لانه بيديني هشاشه كويسه للكيك. وبحط معايا معلقه صغيره من الفانيليا ونص كوبايه من الميه، ودي مقادير الاسبونج الجاهز معايا. وعملت برضو معاكم قبل كده الاسبونج البيتي في البيت للي ما عندوش اسبونج جاهز. هبدأ ان انا اضرب المضرب بتاعي كويس جدا ضرب متواصل مدة لا تقل عن 10 دقايق. لو حضرتك عندك العجان هتضربيه لمدة حوالي 6-7 دقايق، ممكن اقصى حاجة 8 دقايق. انما علشان انا عندي المضرب بتاع البيض ما عنديش العجان فمستخدماه لمدة 10 دقايق متواصلين، ما تفصليش المضرب عنه خالص. بعد كده بجيب معايا صينية هنا او قالب معايا هنا مقاسه 30 في 40، ودهنته بدهنة بسيطة من السمنة وبدرته برضو من الدقيق. الخطوة ديت بديلة عن ورق الزبدة للي ما عندوش ورق الزبدة يعمل الخطوة اللي انا عملتها دي. بعد كده هبدأ ان انا افضي معايا كل الكيك بتاع الاسبونج وهسويه كويس جدا في الصينية. هبدأ ان انا افرده كويس جدا واوزعه كويس جدا بالسباتيولا بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده بجيب معايا عود من الشيش طاووق وببدأ ان انا اعمل بيه كده خطوط كده في القلب الكيك من النص علشان خاطر يتوزع كويس جدا وما يكونش فيه اي فراغات من تحت. طبعا قبل ما ابدا اشتغل في الكيك بكون مشغله الفرن معايا على درجه حراره عاليه. اول ما بخلص الكيك بدخل الصينيه معايا على الرف الاوسط بتقعد حوالي من تلت ساعه لنص ساعه مش اكتر من كده. بطلعها بعد كده واختبرها بعود الشيش طاووق، اول ما بيطلع معايا نضيف بالشكل ده بعرف كده ان هي استوت تماما. ببدأ ان انا اشيل بعد كده الطبقة اللي هي بتاعة الوش بتاع الكيك ديت، لان الطبقة ديت اللي بيتجمع فيها كل الزفارة بتاعة البيض، يعني كل الزفارة بتاعة البيض بتكون متجمعة في الطبقة دي فلازم نتخلص منها زي ما احنا عارفين. بعد ما بخلص كده وبشيل كل الطبقة كلها تماما وبتأكد ان هي كده خلاص ما بقاش فيه اي اثر ليها، بجيب بقى معايا فوط كده نظيفة وابدأ ان انا اغطي الصينية بتاعتي واركنها على جنب كده حوالي مثلا 3-4 ساعات لغاية لما الكيك يبرد معايا تماما.
بعد ما بتأكد ان الكيك بدأ خلاص ان هو يبرد معايا تماما واقدر اشتغل فيه، بجهز الطبقة بتاعة التسقية او التشريبة اللي هسقي بيها الكيك. بجيب معايا حوالي نص لتر من الحليب، طبعا الحليب اللي معايا هنا مبستر ويكون ساقع جدا او يكون لسه خارج من التلاجة، وبضيف عليه كيس من الدريم ويب او الكريم شانتيه ومعلقتين حليب بودر. طبعا الحليب البودر هنا اختياري، بس يعني انا بحب اضيفه عشان بيديني نكهة مميزة. وعلبة من القشطة، دي طبعا برضو خطوة اساسية ما نقدرش ان احنا نستغنى عنها في الوصفة بتاعة القشطوطة. انما لو بتعملي كيك تريليتش عادي ممكن تسقيه حليب بسكر بس، يعني مش شرط ان انتي تسقيه بالحليب بالقشطة باللبن البودر. هبدأ بقى ان انا اشغل المضرب واضرب كويس جدا لغاية لما القوام معايا يوصل للشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، لا بيكون معايا تقيل ولا بيكون معايا خفيف. بعد كده بجيب معايا الكيك هنا بعد ما بيكون برد معايا تماما، وما ينفعش ان احنا نسقي الكيك وهو سخن معانا عشان ما يعجنش. دي برضو خطوة اساسية لازم ناخد بالنا منها ونركز كويس جدا فيها. هبدأ بقى ان انا اسقي الكيك معايا كله كده بالشكل ده. انا عايزة خليط التسقية يتوزع كويس جدا على الكيك، ما يكونش فيه اي مثلا منطقة او مثلا اي جزء ما وصلش ليه التسقية او التشريبة بتاعة الكيك. هسيبه برضو على جنب لغاية لما يتشرب تماما، وهبدأ ان انا اشتغل في الكريمة اللي هجلس بيها الوش بتاع الكيك. جبت معايا هنا 3 اكياس من الدريم ويب او من الكريم شانتيه برضو. طبعا انا مستخدمة اللي هو بنكهة الكريمة اللباني، لان طبعا نكهته مميزة عن اللي هو الدريم ويب العادي، فانا بفضل دوت في الاستخدام. بس لو مش موجود ممكن استخدم بداله اللي هو الدريم ويب العادي. بعد كده بضيف حوالي كوباية من المية. هنا المية معايا تكون ساقعة متلجة، ويفضل لو فيها تلج كمان. انا عايزة اضرب معايا الكريمة لدرجة لما تكون معايا متماسكة جدا، علشان خاطر انا مش عايزاها سايلة معايا. تمام. فانا ضفت حوالي كوباية من المية، ما كترتش عن كده. لو حضرتك عايزة تقللي الكمية ممكن برضو تقللي كمية المية، انما انا شايفة ان هي كويسة جدا على الكوباية، كويسة جدا على ال3 اكياس من الدريم ويب. بعد ما الكيك كان معايا اتشرب تماما زي ما حضراتكم شايفين كده، جبت معايا بقى هنا الكريمة وبدأت ان انا افضيها على الوش بتاع الصينية، وهبدأ ان انا اسويها كده بالاسبتيولا. طبعا لو انا حسيت ان الكريمة معايا بتكون مثلا زيادة، فببدأ ان انا باخد معايا كده بالسكرابر واجمع اي كمية كريمة حاسة ان هي زيادة. طبعا الكيك معايا مش هياخد اكتر من حقه في الكريمة، فلو فاض معايا كريمة بحفظها في اي كيس حلواني في الفريزر، وبستخدمها في وقت تاني لاي وصفة تانية ما بيجرالهاش اي حاجة. اهم حاجة ان احنا نحفظها في كيس حلواني او في قمع حلواني من اللي هو بتاع استخدام الحلويات في الفريزر، ويكون مقفول عليها كويس جدا عشان ما تكرفش اي ريحة من اي حاجة في الفريزر. هبدأ ان انا اخد منديل كده وانضف بيه كل الحروف بتاعة الصينية. وبعد ما سويت الوش بتاع الكيك بالشكل ده، هبدأ ان انا اخد السكرابر المشرشر معايا بالشكل ده واعمل بيه تجزيعات كده بالشكل ده. لو حضرتك مش عندك برضو تقدري تستغني عن الخطوة دي، اختيارية برضو يعني مش اساسية. وهنا بعد ما خلصتها خالص، بعد كده برفعها معايا في الفريزر مدة لا تقل عن ساعة او ساعتين. لو مستعجلة عليها ممكن تخرجيها بعد ساعة زي ما انا ما عملت. بعد كده جهزت معايا هنا التزيين بتاع القوالب بتاعة القشطوطة. ممكن تستخدمي حضرتك اي تزيين متاح عندك، يعني مش شرط نفس التزيين اللي انا مستخدماه، يعني المتاح عند حضرتك تقدري ان انتي تستخدميه. وبرضو التزيين حسب الرغبة، يعني المتاح عند حضرتك او حسب رغبة حضرتك او اللي تفضليه. طبعا انا كنت خرجت معايا الاطباق بتاعة الرز بلبن والعلب برضو بتاعة الرز بلبن من التلاجة، وشلت من عليها الغطيان. هنا بعد ما كان عدى حوالي ساعة في الفريزر، عشان انا الصراحة كنت مستعجلة عليها وكان جاي لي ناس، فخرجتها من الفريزر وبدأت ان انا اشتغل فيها على طول. هبدأ ان انا اخد بالسكينة كده حروف الكيك علشان انا مش هبقى محتاجاه معايا، وهقطع باشكال كده مش متساوية، لان طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا معايا علب كبيرة ومعايا علب صغيرة، فبدأت ان انا اقطع احجام مش متساوية علشان خاطر كل علبة هتاخد قطعة من الكيك على حسب حجمها. هبدأ ان انا اخد معايا كده اول طبق وهحط فيه قطعة من الكيك فوق الرز بلبن بالشكل ده. هي بيكون شكلها كده بالظبط. حضرتك لو مش عندك برضو العلب البلاستيك ممكن تستخدمي في الاطباق برضو زي ما انا ما عملت كده، يعني ما توقفيش نفسك على حاجة وما تحرميش اولادك من حاجة. كل اللي اولادنا فيه ان شاء الله باذن الله هنقدر نعمله، مش هنخلي نفسهم في اي حاجة. وهنا برضو عملت معايا علبة بالشكل ده،
وبرضو في علب انا عشان الكميه بتاعه الرز بلبن ما كانتش معايا كفايه ان انا استخدمها للوصفه كلها، فبدات ان انا احط الكيك في علب بس كده لوحده بدون الرز بلبن، كانه يعني اشطوطه التريليتش بس من غير الرز بلبن. بعد كده هبدا ان انا اخد معايا وازين. هاخد اول حاجه هنا معايا وازين بالمكسرات. انا معايا هنا بندق مقطعاه انصاف، ومعايا عين جمل مكسراه، ومعايا برضو لوز مكسراه. انا الصراحه كنت عايزه اجيب فستق بس ما لقيتش فستق فاستخدمت اللي موجود. وزي ما قلت لحضرتك برضو اي حاجه حضرتك حابه تزيني بيها ما توقفيش نفسك على حاجه، المتاح عند حضرتك زيني بيه او اللي حضرتك تفضليه. بعد كده خدت معايا تاني طبق وبدات ان انا ازينه بقطعه من المانجا. المانجا ديت انا بجيبها في الفصل بتاعها او في موسم المانجا وبفرزها عندي في الفريزر سليمه زي ما هي، بتقعد معايا من السنه للسنه ما بيجرالهاش اي حاجه. بعد كده بطلعها وبقطعها وباخد منها القطع اللي انا عايزاها واحطها في مصفى تتصفى عشان تنزل كل ميتها، وببدأ بعد كده ان انا اشتغل بيها. ورشيت شوية من صوص الكراميل هنا على المكسرات، وخليت الاطباق دي على جنب، وبدأت ان انا اشتغل في طبق تاني او في علبة تانية بطعم الاوريو. انا جبت معايا بسكوت من الاوريو هنا وكسرته، انا بكسره وهو جوه الكيس سليم زي ما هو، ببدأ ان انا اكسره بايدي الهون وابدا ان انا اوزعه زي ما حضراتكم شايفين كده، وبحط في النص بسكوته من الاوريو بالشكل ده، بتدي برضو شكل جميل جدا ولطيف جدا زي الجاهز بالظبط. وبعد كده خدت معايا نص كيكه من الهوهوز وحطيتها في نص العلبه بالشكل ده، ورشيت حوالين منها شويه من المكسرات. وبرضو هعمل معاكم واحده تانية من الاوريو. طبعا الاوريو دوت بيبقى مطلب جماهيري لان الاولاد طبعا بتحبه جدا، فان احنا ندخله لهم في حلويات او ندخله لهم في اي حاجه معموله في البيت بيكون افضل من ان هم ياكلوه كده ساده. بعد كده خدت معايا بسكوته من البسكوت. انا طبعا البسكوت دوت كنت مستخدماه معاكم قبل كده في الرز بلبن، انا لما روحت اشتريه ما لقيتش بسكوت اللوتس فجبت البسكوت دوت، هو شكله مختلف عن اللوتس بس هو بيدي نفس طعم اللوتس بالظبط. وبعد كده بدات ان انا ارش حوالين منه شويه من البسكوت اللوتس المجروش. وبعد كده برضو هعمل معاكم واحده تانية من الهوهوز، هعملها برضو كده بالشكل ده وبرش حوالين منها شوية من المكسرات. وهاخد برضو علبة كمان بس العلب ديت اللي هي التريليتشي بس كيك بس يعني بدون الرز بلبن. لو حضرتك حابة تعمليها كده بدون رز بلبن برضو هتبقى جميلة جدا وتسلم ايدك مقدما. هي بتتباع برضو في المحلات بالطريقتين، يعني ممكن تعمليها كده او تعمليها كده، بس انا حبيت اعمل معاكم الطريقتين علشان اللي حابب يعملها كده او حابب يعملها كده، وزي ما حضرتك تحبي برضو وتفضلي. بعد كده انا كنت خلصت كل الكمية معايا، بدأت ان انا ارش بقى شوية من صوص الشوكولاتة وشوية من صوص الكراميل على العلب بتاعتي بالشكل ده. انا بعتذر جدا عن طول الفيديو بس انا حبيت اقول لحضراتكم كل التفاصيل بالظبط علشان خاطر ان شاء الله لما تيجوا تطبقوا الوصفة تطلع معاكم بالظبط زي اللي بنشتريها من بره، وما يكونش في اي خطوة مثلا او اي تفصيلة ناقصة في الوصفة فتبوظ معاكم. ان شاء الله تعملوها وتطبقوها وتطلع معاكم احلى من الجاهزة واحلى من اللي انا عاملاها كمان. ما تنسوش بقى لو اول مره بتدخلوا قناتي او لو اول مره بتشوفوني تعملوا لي اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش برضو اللايك والشير علشان اكبر عدد من الناس يستفيد. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. حبايبي ومتابعيني ربنا يخليكم ليا يا رب، وان شاء الله قناتي تكبر بيكم وبوجودكم معايا. انتوا حبايبي منورين قناتي ومنورين حياتي. ان شاء الله هشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش بقى اللايك والشير. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.